أنا عبد الغني عبد الله رساني شهرستان، تبع من بلوچستان إيران. وعمل ناخذة مع السفينة زيد، وصاحب السفينة زبير باور عمر. زبير باور عمر. نحن بس بحارة وناخذها. أنا الشغل سمسم تاكسي. سفينة 11 نفر بحارة، 12 مع كل ما أنا 9 إيراني، 3 باكستاني. صاحب السفينة زبير عمر القداد باور خبر أنا، قال عندي واحد بضع سماد موجود من ميناء شابهار إيران، لازم أنت يودي ميناء سليف من يمن. وهذا صاحب الشركة إيران اسمه شيخي. وصاحب السفينة قال في يعني هذا الوقت في نولي زين، يعني كراية زين أحسن من صومال، أنت ودي. أنا حتى بعد فكر يعني أحسن بس أنا حمل من ميناء شابهار إيران يودوني ميناء سليف من يمن بالتن. 1 تن 380 درهم مال الإمارات. هو ما دفع فلوس، يعني هذا دفع 33,000 دولار حتى دفع صاحب الشيخي، دفع صاحب الصندوق، وباقي هو قال وصل سليف، باقي دفع فلوس باقي. حمل 800 طن 16,000 كيس يوريا 60. الشيخي صاحب البضاعة يعطيني أوراق منفيس دوبليكيت غير صحيح من باكستان. هو قال أنت إذا شوف دورية مال اليمن ولا أي مكان، بس يعطي هذا الأوراق غير صحيح مال كراشي باكستان مش إيران. هو قال ما في خبر أنت حمل من إيران، بس أي نفر سؤال قال أنا حمل كراشي باكستان، وشركة قلوب بعد ودوني سامان يعني السليف يمن. هذا الشركة بحر 7. أوراق الأصلية أنا حمل من شابهار إيران إلى صومال، مقدشو صومال. وهذا صاحب الشركة مال شابهار إيران شيراز بتروشيمي شيراز. وهذا الشركة مال مقدشو شركة السلام. هذا الأوراق الأصلية. أنا ما يعرف هذا سمات ممنوع ولا ما في ممنوع، حتى أنا ما يعرف هذا مال من. أنا حتى السؤال مال من، هو قال شركة فلان، الله معلوم هذا مال حوثي ولا شركة غير، أنا ما يعرف، الله معلوم. لكن أنا السؤال هو قال لا مش مال حوثي. أنا فكر هذا عادي، يعني بضاعة عادي وما في ممنوع. أنا حتى خبر أنا بلغ كل بحارة، إذا سؤال أي مكان أي دورية أنت ما في خبر حمل من إيران، حمل من كراشي باكستان. أنا بلغ كل نفر يعني بحارة. بعد شيخي يعطي واحد رقم مال اليمن. هو قال أي وقت أنت وصل ميناء سليف من اليمن بيتصل هذا الرقم، أنا وصل ودي بضاعة. إذا أنت اطلع من شابهار سكر GPS أو طرية إلا وصل ميناء سليف من يمن. أنا خبر شيخي، أنا سميت إذا كل صندوق إذا حمل أي مكان روح مخاه سوي تفتيش، بعدين روح إلى السليف اليمن. هو قال لا، أول صح تفتيش، لكن الحين خلاص هذا قانون بدل، ما يريد تفتيش، روح سيدا أنت إلى سليف. أنا بعد ما يعرف يعني قانون جديد، أنا فكر ممكن صح، ممكن هذا كلام صح، أنا روح سيدا. أنا اطلع من شابهار في 2 صندوق على أنا
اسمه زيد، وصنبوك الآخر اسمه العمران. بعد أنا يجي قريب عمان يمسك هذا دوريا مال أمريكا، نيبي من أمريكا، هو يجي فوق تفتيش، يعني كله بضاعة تفتيش وأوراق. بعد 3 ساعة 4 ساعة قال راح. أنا أجي قريب السلالة عمان، غرق صنبوك العمران. أنا امسك نفرات مال صنبوك عمران، وفي صنبوك واحد وروح باكستان، أنا يعني حوالي هذا نفرات، هذا ودي. بعد أنا يجي يمشي هوا مصيبة، يعني حتى صنبوك مال أنا خربان، في ماي زيادة قريب أنا غرق. يعني أنا فكر ممكن اليوم غرق إلا وصل جيبوتي. بعد بلغ إن صاحب البضاعة شيخي، أنا قال نزل بضاعة مشان أنا خاف صنبوك مال أنا غرق كمثل صنبوك العمران. نزل بضاعة أنا يعني ما في قوة، صنبوك مال أنا ما يروح سليف. هو قال لا، أنا ما عندي نفر، ما يعرف نفر جيبوتي إلا أنت وصل سليف. بعدين أنا ما في طريق غير. بعدين امسك بامبو سوي سلح صنبوك ويومين موجود اطلع. بعدين يجي طريق يعني ممكن أنا وصل جيبوتي 21 يوم، وهناك ممكن 25 ولا 24 يوم. أنا اطلع من جيبوتي، واحد نفر اتصل، هو تليفون أنا. بعدين أنا سؤال مين أنت؟ هو قال أنا ديناري من بندر عباس. أنا قال من أي ديناري؟ أنا ما يعرف ديناري. هو قال أنا في شركة شحن وهذا تعاوني، يعني مخلص من بندر عباس. أنا قال كيف أنت وصل رقم مال أنا؟ هو قال واحد نفر كيو مرسي هو يعطي الرقم. بعد هو سأل هذا البضاعة مال الحوثي ولا نفر تاني؟ أنا قال أنا ما أعرف، أنا ما أعرف، بس هذا أوراق، هذا أوراق مال الشركة. بعدين الله معلوم هذا مال حوثي ولا نفر ثاني، أنا بس أعرف أوراق، هذا أوراق مش حوثي، هذا مال الشركة. هو قال كيف طريق؟ أنا قال طريق أول مرة أنا أروح ما يعرف إذا وصل. أنا بعدين قال متى أنت وصل؟ أنا قال أنا قريب حتى، لكن أنا كذب مع هذا. أنا قال ممكن 3 4 يوم بعد أنا وصل، مشان أنا ما في معلوم هذا النفر مين، هذا مال الحكومة ولا نفر ثاني ولا أي، أنا ما يعرف هذا النفر مين. ولما أنا طلع من جيبوتي أو باب مندب قريب الجزيرة بحر الأحمر، مسكوني دورية مال اليمن. أنا يعرف لغة العربية مشان أنا 30 سنة شغل من دول العرب. الحمد لله رب العالمين. الحين أنا داخل السجن هناك مخا كل شيء موجود، شرب وأكل والصلاة والنايم كله موجود الحمد لله رب العالمين. أنا ما في مشكل. سمسم بيت، يعني كمثل بيت. أنا أكل بيت هذا وهناك أكل هذا أحسن من بيت. يمنيين إخوان ما لأنا معاملة زين من أول يوم امسك حراسة إلا اليوم معاملة، يعني كل الناس مسلمين أخوان. سمسم أخوه، ما في يعني بالجبر، ما في ضرب، ما في شيء. احترام أنا كمثل أخوه. عبدالله یار محمد میاں اوپرا مال چابار هستم. 2 سال خدمت کردم کنارک نیردریایی ملوان لنجم. من گرفتم بردن سربازی خدمت. 2 سال بعد خدمت میکردم که به زور من بردن تو نیردریایی، بعد پاسپورت بگیرم برم ملوان بشم. خدمت که تموم شد رفتم دریا رفتم لنج عمرانم 1-2 سالی کار کردم. بعد رفتم لنج مسلم هم 7-8 سال کار کردم. اومدم لنج زیدم 2-3 سال دارم کار میکنم که حالا اومدم اینجا. با لنج زید ناخدا عبدالغنی عبدالله رسانی
9 نفر ایرانی 3 نفر پاکستانی که از چابهار سماعت بارگیری کردیم. شیخی به ما داده بود که از چابهار ایران برای صلیب یمن. ما از چابهار حرکت کردیم. ناخود عبدالغنی رسانی به ما گفت که منفیس غلابیه. از کراچی بارگیری کردیم. هر که نیبی گشتی چیزی از ما پرسید، یعنی از چابهار بارگیری نشده، از کراچی بارگیری کردیم. از چابهار که حرکت کردیم داشتیم می اومدیم نزدیک راسلد، نیبی امریکا به ما اومد لنج تفتیش کرد. 3-4 ساعت 2 تا لنج بودیم، لنج عمران لنج زید. بازدید کرد 3-4 ساعتی، بعد ما رو ویل کرد. اومدیم دریا موج بود، باد بود تا نزدیک سلاله. نزدیک سلاله لنج عمران غرق شد. مالواناش جمع کردیم تو لنج. بعد روز بعد لنج پاکستانی داشت میره پاکستان، اونا رو دادیم به این لنج پاکستانی برد پاکستان. دیگه ما هم یواش یواش اومدیم با هزار بدبختی، باد بود موج بود تا جبوتی هم 2-3 روز موندیم اونجا، لنج آبشو گرفتیم. بعد از جبوتی حرکت کردیم، داشتیم میرفتیم صلیب. از جبوتی که حرکت کردیم ناخدا به ما گفت که مینا موخا نمیریم، میریم مستقیم مینا صلیب. ما ملوانم نمیدونم که این بار مال کیه. تو منفیس اسم یک شرکتی هست که این شرکت نمیدونم مال کیه، مال یوسیه یا مال کسی دیگری. موقعی که از جبوتی حرکت کردیم اومدیم داخل دریا سرخ. از باب مندب که رد شدیم جزیره دریا سرخ گشت یمن ما رو گرفت. موقعی که گشت یمن ما رو گرفت آورد اسکله. بعد اسکله مثلا جایی که ما رو نگهداری میکردن، غذاش الحمدلله خوب بود، از ما خوب نگهداری میکردن، نمازمون سر جا بود، قرآن خوندنمون سر جا بود، صبحانه نهار شام همه چیزش ترتیب بود، همه چیزش خدا رو شکر الحمدلله. موقعی که ما رو گرفتن آوردن زندان مخا، نه به ما زدن نه تعدیدمون کردن، خیالمون راحت، یعنی توی خونه بودیم راحت. وسایلی لازم داشتیم به ما میدادن، داروی لازم داشتیم به ما میدادن، یعنی جایی بودیم یعنی مثل خونه مون. خیالمون راحت بود از همه چیز، غذاش بگی، نمازش، قرآن خوندنش، همه چیزش خیالمون راحته. من امید علی دورزاده هستم، فرزند الله‌داد هستم. من چابهار نشستم، چابهار بلوچستان مال ایرانه که اونجا زندگی دارم میکنم. و من موتوریست لنچ زید هستم. ناوده عبدالغنی رسانی ناوده ما است. من موتوریست لنچ زید هستم. یعنی 2 سال ما را اجباری گرفتم که 2 سال خدمت کنی. اگر شما خدمت نکنی نه کارت ملوانی نه گذرنامه به شما نمیرسه. باید 2 سال شما خدمت کنی. ما رفتیم 2 سال کرمان خدمت کردیم. بعد از خدمت یعنی ما اومدیم چابهار که یعنی می کارت ملوانی گرفتیم، گذرنامه گرفتیم، دوباره یعنی رفتیم لنچ کار کردیم، ملوان شدیم، موتوریست شدیم. ما از چابهار بار زدیم برای سیویل یمن، برای یمن بار زدیم. ناودا به ما گفته که ما منفیس داری یعنی کلابی، که هر کسی از شما سوال کرد شما باید بگی که ما از کراچی بار زدیم برای سیویل یمن که ما اونجا میکاسی بریم. ما از چابهار حرکت کردیم، 2 تا لنچ بودیم با هم حرکت کردیم. از چابهار حرکت کردیم، وسط راه اومدیم، هوا خراب بود، دریا طوفانی بود. اون لنچ که نزدیک سلاره رسیده بودیم اون لنچ غرق شد. یعنی ما نزدیک که غرق بشیم. یک دانه آب زیاد بود، 6 تا پمپ ما روشن کرده بودیم برای آب بیرون بندازیم. همینجوری یعنی خیلی ناراحت اذیت بودیم. اون لنچ که غرق شد اون بچه یعنی اومدن لنچ ما تا دوباره یعنی جلوتر اومدیم، یه لنچ پاکستانی اونا را از ما یعنی گرفت، ما دادی به اونا، ما دوباره حرکت کردیم اومدیم جبوتی. ما که سلاچه جبوتی رسیدیم، لنچ یعنی آب زیاد میکرد. من مکانیک بودم، به ناودا گفتم که ناودا لنچ ما یک زیاد آب میکنه، ما امکان نیست که جلوتر بریم، یک کاری بکن یعنی باره همینجا خالی کن. بهش گفته که همینجا خالی کن. ناودا دوباره زنگ زده به همین صاحب بار، ناودا زنگ زده به شیخی،
شیکی گفت شیکی لنچ آپ میکن ما اذیت میشی ما نمیتونی برین سلیپ شما بارا اینجا خالی کن. اگر شیکی گفت نه بعد شما یعنی لنچا بیاری بارا بیاری سلیپ. ناودا بهش جواب گفت که نه ما اول میری موقع میری اونجا لنچا نگاه میکنم بعد از موقع من میای سلیپ. اگر شیکی گفت نه سلیپ نری مستقیم بیای جا موقع چه سلیپ اونجا بارا خالی کنی. اسلام کچو کارون از چابهار بلوچستان ایران هستم. با لنج زید با عبدالغنی عبدالله رسانی آشپز لنج زید هستم. از چابهار ایران بار دادیم برای صلیب یمن. ناخدا عبدالغنی عبدالله رسانی به ما خبر داده که از چابهار ایران بار میدونیم برای صلیب یمن و ما از چابهار حرکت کردیم. ناخدا عبدالله رسانی به من منفیس اصلی را داد. منفیس اصلی چابهار مقادشو تا اون قایم کنم و جای خوب بذارم. من اون داخل آشپزخانه درب آشپزخانه گذاشتم تا کسی نبینه و کسی اطلاع ندم و ما حرکت کردیم. ناخدا عبدالغنی عبدالله رسانی به ما گفته که ما منفیس غلابی داریم کراچی پاکستان برای صلیب یمن. هر کس از ما پرسید ما به اطلاع بدیم به اونا که ما منفیس کراچی پاکستان داریم. محسن هارون هستم، ساکن چابهار بلوچستان ایران. ملوان لنج زید ناخدا عبدالغنی اسلام هارون مرا معرفی کرده برای این لنج. ناخدا عبدالغنی به ما گفته اگر گشتی چیزی مسیر به ما برخورد بگید از کراچی پاکستان بار زدیم، نگید از چابهار بار زدیم برای صلیب یمن. من نمیدونم که این بار مال اوسیه یا یکی دیگه است، فقط اسم شرکتی تو منفیس نوشته است. انیس آریان نژاد هستم، فرزند عثمان، منطقه چابهار بلوچستان ایران. ملوان لنج زید ناخدا عبدالغنی رسانی عبدالله. ما بار زدیم از سمات از چابهار ایران به سمت صلیب یمن. ما نمیدانیم این بار مال اوسیه، مال یه شرکته. ناخدا گفته اگر احیانا دوری اومد از کراچی پاکستان بارگیری کردیم به طرف صلیب یمن. ما ملوانیم، خبر نداشتیم که این بار سمات ممنوع واسه اوسیا. من عبدالله ملک رئیسی هستم، فرزند محمد انور ملک رئیسی. پدرم آل پاکستان است و مادرم آل ایران چابهار بلوچستان است. من شناسنامه ایران دارم و در حال حاضر چابهار زندگی میکنم. مادرم شهر چابهار ایران بلوچستان ایران است. در کنار مادرم هستم. من ملوان لنج زید ناخدا عبدالغنی عبدالله رسانی هستم. از بلوچستان چابهار ایران سمات بار زدیم برای صلیب یمن. ناخدا بهمون گفته بود که از پاکستان کراچی بار زده بودیم برای صلیب یمن. پلیسی چیزی بهمون گیر داد اسم پاکستان کراچی را بگیرید. من امین اسماعیل ایران پناه، ساکن کنارک چابهار استان بلوچستان، ملوان لنج زید ناخدا عبدالغنی رسانی هستم. از اسکله چابهار بارگیری کردیم سمات به مقصد صلیب یمن. ناخدا هم به ما گفته که یک منفیس غلابی داریم، اگر چیزی کسی اومد سراغ ما لنج ما اومد مثلا ما بار دادیم از کراچی پاکستان. از نظر تامین و خوراک به ما خیلی رسیدگی شده، تنبیه نشدیم، تنبیه نکردن ما رو. مرتضی آیین فرزند محمد، ما بار زدیم چابهار بلوچستان ایران کنارک لنج زید ناخدا عبدالغنی رسانی. ما چابهار ایران سمات بار زدیم برای صلیب یمن. ما نمیدونیم این بار مال اوسیاس یا کسی دیگر. ناخدا عبدالغنی به ما گفته اگر دوری اومد پیش ما نگوی از چابهار بار زدیم، بگو از کراچی پاکستان بار زدیم برای صلیب یمن.
أنا اسمك عبد العزيز صالح محمد سليمان، بلاد باكستان كراتشي. أنا أشتغل مع اللنج مع الزهد. أنا ناخذ عبد الغني عبد الله الريساني. أنا يجي مع شعبار عمل يوريا، بعد يجي سلب. أنا عربي أعرف شوية. أگر أنت تقول أنا كلام أردو أنا صحيح كلام، أو عربي أنا أعرف شوية. ہم زید لانچ کا خلاص یہ، ہم چھٹی گیا پاکستان گیا، پھر ناخدا ہم کو فون کیا آؤ سماعت لوڈ کرے گا. پھر ہمارا بیٹا عزیر دونوں آیا ہے چابار ایران آیا. پھر ہم لوگ ادھر سے لوڈ کیا سلب کے لیے، سماعت لوڈ کیا، ہم لوگ آیا ادھر. ہم کو یہ معلوم نہیں تھا یہ سماعت اوسیو کا ہے. بعد ناخدا یہ بولا یہ مال شرکت ہے. ہم لوگ کو یہ معلوم ہے یہ مال شرکت کا ہے. ہم لوگ کو معلوم نہیں تھا. ناخدا ہم لوگ کو بولا کہ کوئی دوری آئے گا اس کو بولو یہ مال چابار سے نہیں پاکستان سے لوڈ کیا. یہ سلب ہم لوگ جاتا ہے، یہ مال مینی پیس پاکستان ہے، ہم لوگ سیدھا سلب جاتا ہے، مگر یہ چابار کا نہیں ہے. ہم لوگ لانچ والوں سے سنا، ہم ناخدا سے پوچھا کہ لانچ والوں سے سنا بابا یہ لانچ سب موخا جاتا ہے، موخا تفتیش ہوتا ہے، سب چیک کرتا ہے پھر جاتا ہے. پھر ناخدا بولا ہم کو معلوم میں سے ہم بھی سنا کہ لانچ سب موخا جاتا ہے، مگر مال والا شیخ ہی بولا نہیں. وہ بولا ہے کہ سیدھا سلب جاؤ، موخا نہیں جاؤ، تم سیدھا سلب جاؤ. ہم لوگ راستہ جاتا تھا، راستہ ادھر جو دوریا آیا جزیرہ، وہ آیا پوچھا بولا رخصا، موخا سے رخصا لیا. ہم لوگ بولا موخا سے رخصا نہیں. پھر ہم لوگ کو بولا کہ رخصا نہیں ہے. پھر ہم لوگ کو پکڑا. پھر ہم لوگ کو معلوم ہوا کہ یہ غلط ہے، موخا ہم لوگ نہیں گیا. بعد وہ ہم کو پکڑا سیدھا لے کے آیا موخا، جزیرہ سے موخا لے کے آیا. ہم لوگ کو پکڑا ادھر موخا لے کے آیا، موخا ادھر لے کے آیا. ادھر کوئی تکلیف نہیں، الحمدللہ کوئی تکلیف، کوئی مارا نہیں، کوئی ضرب نہیں کیا، کوئی تکلیف نہیں دیا. بات کیا پوچھا بس، ایسا کچھ تکلیف نہیں دیا کہ آدمی رزق دیتا ہے، الحمدللہ کھاتا ہے، کھانا اچھا ہے، کوئی نہیں ہے. ٹائم پہ تسلی کرتا ہے، بیٹھتا ہے، ہر چیز برابر ہے. میں عزیر عبدالعزیز صالح محمد، پاکستان کراچی. میں ابو میرا عبدالعزیز، زید لانچ، عبدالغنی رسانی کا خلاصی. ناخدا عبدالغنی فون کیا ابو کو ہمارے، بولا آؤ چابار سے لوڈ کرے گا یوریا یمن کے لیے. ناخدا عبدالغنی نے منع کیا، مطلب کہ چابار سے مال لوڈ نہیں کیا، کراچی سے مال لوڈ کیا ہے. کوئی بھی نیوی پکڑے تو بولنا کراچی سے مال لوڈ کیا ہوا پاکستان سے یمن کے لیے. فرحان قادر بخش، پاکستان کراچی سالار گوٹ، لینچ زید. ناخدا عبدالغنی عبداللہ رسانی کا کلاسی ہوں. ہم لوگ 3 نفر پاکستانی، 9 نفر ایرانی، چابار ایران سے اوریا لوڈ کیا لانچ زید یمن کے لیے. ہم کو معلوم نہیں تھا یہ مال اسی کا ہے. ناکوا بولا شرکت کا ہے. ناکوا نے بولا اگر کوئی نیوی آپ کو ہم لوگوں کو پکڑا بولو یہ مال ہم چابار سے نہیں لوڈ کیا، پاکستان سے لوڈ کیا یمن کے لیے.